هي العيال بتتربى ازاي بالظبط؟ قبل ما اخلف عيالي كنت فاكر عمليه تربيه الاطفال دي حاجه سهله جدا، اصل مش هعيد اختراع العجله يعني، بما اني قاري الكتب وعارف المراجع بتقول ايه يبقى هطبقها على اولادي والدنيا تبقى زي الفل، ما هو 1+1=2. لكني اكتشفت اني كنت ساذج، كنت عامل زي اسماعيل ياسين لما قرا كتاب كيف تطير الطائره وافتكر انه بكده ينفع طيار. ما هو اصلا احيانا 1+1=0. اغلب المتجوزين تلاقيهم عارفين اسماء زي دكتور فيل ودكتور سبوك وشاريين كتب التربيه الامريكاني قبل ما يكونوا مخلفين اصلا، ومع ذلك تلاقي اكتر حاجه بيشتكوا منها هي ازاي نربي عيالنا. وفي الحقيقه كتب التربيه دي كلها على بعضها كده مش هتنفعك وانت قاعد بتعمل الواجب مع العيال، لان في المواقف اللي زي دي بتلاقي جواك صوتين: لازم اشد على العيال عشان يتربوا صح، كل يا ابني السبانخ وامشي على العجين ما تلخبطوش. وصوت تاني بيقول: يا عم دلع على العيال عشان يحبوك، سبانخ ايه وعجين ايه؟ هي المشكله فين؟ هل شبشب خالتك تفيده هو الصح وكلام الخواجات اللي في الكتب ده ما ينفعش معانا؟